عمرك وقفت قدام قرار وقُلت أنا هاعمل إيه؟ المشكلة مش في إننا مش عارفين ناخد القرار، المشكلة إن إحنا بنخاف من نتيجة القرار ده. خلّيني أقول لك إن حياتك دلوقتي هي مجموعة قرارات أنت بدأت إن أنت خدتها من فترة، لكن مستقبلك هو مجموعة قرارات أنت لسه هتاخدها بعد كده. فلو أنت بتحتار إن أنت تاخد قرار أو متردد أو قلقان أو خايف من النتيجة، أحب أقول لك إن أنت مش لوحدك، في ناس كتير جدًا بتعاني من الموضوع ده. خلّيني أقول لك إن في أسباب كتير جدًا ورا إنّك أنت ما تاخدش القرار ده، من ضمن الأسباب دي الخوف، الخوف ممكن يوقّفك إنّك تعمل أي حاجة ممكن تكون فيها نفع أو مسار حلو ليك في حياتك، الخوف من إنّك تفشل، من إنّك تحس بتأنيب الضمير، من إنّك تخاف من نقد الناس اللي حواليك ليك، وإنّك تاخد قرار مش مثالي، وتكون نتيجته بالتالي فيها أخطاء أو يمكن القرار كلّه غلط. بسبب الخوف كل الأفكار السلبية اللي بتحاوطنا دي، بنفضل واقفين مكاننا، ولا إحنا بنتحرك خطوة لقدّام، ولا إحنا بنحاول إن إحنا ناخد خطوة في أي حاجة في حياتنا، فبالتالي بنفضل واقفين مكاننا ما بنتحركش. خلّيني أقول لك إن في 3 أخطاء ناس كتير جدًا حوالينا بيقعوا فيها. أول خطأ وهو المثالية. يعني إيه المثالية؟ المثالية إن أنا لازم آخُد قرار 100% يكون صح، عشان أنا شخص ما بيغلطش، أنا زي الفل ما فيّاش أي غلطة، فالقرارات اللي أنا باعملها أو اللي أنا باخدها لازم تكون محكمة وتكون نتيجتها على الشعرة. أحب أقول لك إن ما فيش حاجة اسمها مثالية، المثالية دي مش موجودة بيننا، إحنا بشر والبشر دايمًا بيغلطوا، فطبيعي جدًا إن إحنا لو خدنا أي قرار ووقعنا في أي خطأ فيه، ده طبيعي، إحنا بنتعلم من أخطائنا، فما تستناش القرار المثالي. تاني خطأ وهو التفكير الزيادة الoverthinking. خلّيني أقول لك إن كتير بيقعدوا يفكّروا كتير في القرار، بيفكّروا بس خلّيني بقى أفهّمك إن التفكير اللي هو بيفكّره ده بيبقى أغلبيته سلبية، فبالتالي ما بيعرفش ياخد قرار، فبالتالي بيقف مكانه زي ما هو. تالت خطأ بقى وده اللي شائع كتير جدًا بيننا، وهو إن أنا باحاول إن أخلّي اللي حواليّا يجيبوا لي القرار الصح. يعني إيه الكلام ده؟ يعني مثلًا أنا في فرصة شغل ليّا، في فرصة جواز، في فرص في حياتنا كتير يعني بتيجي، فأنا خايف آخُد قرار أندم عليه أو يطلع غلط أو ما يطلعش في مصلحتي. في ناس تانية حبايبي كده حواليّا أصدقائي أو العيلة ممكن هم مصدر ثقة وناس بتفهم ودماغها كبيرة، فأنا هادّيهم وأقول لهم إيه رأيكم أعمل ده والّا ما أعملش؟ هو طبعًا مشكور جدًا إن هو هيقدر يساعدك، لكن هو هيساعدك من وجهة نظره هو، مش من وجهة نظرك أنت، من خبرته هو في حياته، مش من وجهة نظرك وحياتك أنت. أنت بتسلّمه قراراتك ودماغك وحياتك كلّها إن هو يتحكّم فيها، وبالتالي هيحصل لنا ركود، ركود في تفكيرنا، ركود في حياتنا، ركود في قراراتنا، فهنفضل واقفين مكاننا، مش هنعرف ناخد خطوة غير لمّا حد يقرر لنا، وبعد كده لمّا هييجي لك موقف لازم تاخد قرار في وقتها مش هتعرف، لإنّك اتعوّدت إنّك تاخد قرار من غيره. طيب، هل المشكلة دي ما لهاش حل؟ لأ، خلّينا نقول إن كل مشكلة وليها أكتر من حل. أول حاجة، أي قرار ييجي لنا في حياتنا مهم ومصيري، خلّينا أول حاجة نقعد مع نفسنا، نفكّر في الموضوع ده. الموضوع ده عبارة عن إيه؟ القرار اللي هاخده ده هاخده بناءً على إيه؟ لازم أحدد الموضوع بالورقة والقلم. يعني إيه بالورقة والقلم؟ يعني باكتب الموضوع إيجابياته، سلبياته، لو أنا خدت القرار ده إيه اللي هيحصل، ولو أنا خدت القرار ده إيه اللي هيحصل. وقت أمّا هتشوف كل اللي أنت كاتبه ده الموضوع هيختلف معاك تمامًا، وهتلاقي نفسك بتاخد القرار بسهولة جدًا، وحتى لو في نسبة أخطاء مش هتتعدى ال5% مثلًا، لإن أنت بقيت حاسبها بالورقة والقلم، وبقيت فاهم في إيه إيجابي، في إيه سلبي، فتقدر تاخده بسهولة. تاني حاجة، خلّيك واضح مع نفسك وصريح، واسأل نفسك سؤال واحد بس، هو أنا خايف من القرار والّا خايف من النتيجة؟ وقتها هتطلع إجابات من جواك أنت ما كنتش متوقعها تمامًا. تالت خطوة، خلّي بالك إن مش كل قرار لازم يكون مصيري. يعني إيه مصيري؟ يعني مش لازم كل قرار هاخده هو ده القرار اللي ماشي وساري وما فيش حاجة اسمها تعديل، أنا خدته وخلاص، لأ خالص، خلّي الدنيا أبسط من كده بكتير. خُد قرار صغير وحاول كمان إنك تعدّل فيه، مش لازم تكون القرارات حاسمة لدرجة إن لو فيها أي غلط ما تلحقوش. خُد قرار صغير وابدأ مع نفسك بالراحة، هتلاقي نفسك وصلت لنتيجة جميلة جدًا، وهتلاقي نفسك بعد كده بتقدر تاخد قرارك بسهولة من غير ما تحتاج لحد، من غير ما تشتت أفكارك ولا تفكر أفكار سلبية. خلّي بالك القرار الصح مش إنك أنت تاخده وما تعدلش فيه،
القرار الصح إنك أنت تاخده وتتعلم منه. في نهاية حلقتنا حابة إني أقول لك الحياة مش محتاجة منك أكتر من إنك تكون شجاع وعندك إرادة وعندك صبر، إن أنت تقدر تركز وتاخد قرار. دي حاجة كبيرة جدا في حياتك، هتبقى شخص مسؤول، شخص واضح، هتقدر تتعامل مع نفسك ومع اللي حواليك. وافتكر دايما إن أي قرار هيجي، لو أنت وقفت مكانك وما حاولتش إن أنت تاخد قرار فيه، ما حاولتش إن أنت تاخد خطوة فيه، ممكن تضيع على نفسك فرص وحاجات كتيرة جدا ممكن تفرق معاك في حياتك. مش بس كده، وتغير لك مسار حياتك كمان. ولو حلقتنا النهارده حسيت فيها بجد بفرق، ابدأ وخد قرارك وما تترددش أبدا.